يا صباح الخير. النهاردة هنعرف مع بعض أسرار محشي الكرنب على أصوله بتكات وحركات حصري لأول مرة على اليوتيوب. وهنعمل كمان مع بعض ألذ وأجمل خلطة ممكن تجربوها. حرفيا يا جماعة ريحة المحشي جايبة لآخر الشارع، يا ريتكم كنتوا معايا بجد عشان تشوفوا الطعم. وهنعمل كمان ألذ وأجمل دجاج مشوي متبل كده بتتبيلة بسيطة جدا بدون أي تعقيد. والملوخية الخضرا كما تجب أن تكون من إيد أمي. يلا بينا نبدأ. مبدئيا اول حاجه كده هنسلق الكرنب بتاعنا. انا كنت نزلت بكذا فيديو لطريقه سلق الكرنب وتقطيعه كمان. بنقلبه في الميه المغليه لمده دقيقه على الاتجاهين، وبنطلعه بنقطعه بقى بالحجم وبالطريقه، يعني بالحجم اللي يناسبنا اللي احنا عايزينه. عايزين ورقه كبيره، عايزينها صغيره. بصوا هنا كنا وضبنا الكميه كلها بالشكل ده، اصل ماما النهارده عامله وليمه. والصلصه بتاعتنا بقى كده معايا الحله بتاعتي رفعتها على النار، نزلت فيها ب3 معالق من الزبده البلدي ونص كوبايه من زيت الذره، وعليهم 4 بصلات معمولين في الكبة، وعليهم 3 كيلو من عصير الطماطم لحد ما تسبكوا وبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان نص معلقة سكر عشان تعدل الحموضة، وكمان معلقة من البابريكا. ودلوقتي الصلصة كانت اتسبكت ونزلت عليها بمعلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الكمون وربطتين من الشبت وربطتين من الكزبرة مقطعينهم صغنن كده. ماما النهاردة عاملة شغل عالي في المطبخ. وهنقلب بالشكل ده. على فكرة ربنا يكرمها يا رب ويديها الصحة ويخليها لينا، هي معلمانا كل حاجة في الدنيا. ومعايا هنا 2 كيلو من الرز غسلتهم كويس قوي عشان احنا هنعمل كمية محترمة يعني من محشي الكرنب. وبعدين ضفنا عليهم الصلصة. بصوا الجمال، ومش قادرة اوصف لكم قد ايه ريحتها ما شاء الله قلب البيت. احنا بنضيف الخضرة عموما في اي خلطة محشي بعد ما بنقفل على الصلصة تماما. الخضرة والتوابل وهو الفلفل الاسود والكمون وبس كده، ومعلقة سكر لتعديل الحموضة. بصوا ماما هنا بقى هي عيني شغالة، احنا النهاردة هناكل بس، انا النهاردة هاكل بس. بصوا هي بتوريكوا هتلف كل الطريقة بالشكل ده. عايزة اقول لكم مفيش حد داق المحشي من ايد ماما غير بجد وحكى واتحكى عليه، يعني حاجة لا تقاوم، يعني طعم اصلي. المحشي بتاع الفلاحين والطعم الاصلي والخلطة الاصلية بدون اي افتكاسات بقى وبهارات كتير بتبوظ طعم الخلطة. الناس كلها بجد بتحلف بالمحشي بتاع ماما. مش قادرة اوصف لكم قد ايه المحشي ده كان طعمه مسكر وحاجة كده رهيبة لا تقاوم. وهنا ماما بقى هتلف كل الكمية بنفس الطريقة اللي هي شغالة بيها دي. بصوا وهنا بقى كنا لفينا الكمية كلها بنفس الطريقة. وهنحط بقى من شوربة الفراخ او شوربة لحمة او اي شوربة عندكم. بصوا احنا بنخلي اول طبقتين من الحلة ما يجيش عليهم الشوربة، واول ما يبتدي يبقبق بقى ويشرب الشوربة بتاعته هنهدي عليه ونسيبه على نار هادية لحد ما يستوي بقى براحته. ومعانا هنا بقى الدجاج بتاعنا، هنسلق الدجاج ده سلق كامل بنسبة 100%. معايا يعني حاطين هنا كده في الشوربة بتاعته بصل وطماطم ورق لوري وفلفل سبايسي والملح. دايما ماما بتعمل خلطة كده ملح بشطة بتوابل بتحطها بتدي نكهة حلوة قوي للشوربة كمان. وهتتبل بتتبيلة بسيطة جدا بدون اي افتكاسات بقى ولا تعقيدات. بصوا بقى الدجاج استوى سوا كامل. ومعانا هنا بقى معلقتين صلصة معلبة او 3 معالق، وعليهم فلفل اسود وكمون وملح والسبع بهارات، وقلبناهم ووزعناهم كده على الدجاج بالفرشة. وهندخلهم تحت الشواية لحد ما ياخدوا لون ونخرجهم على طول. وكمان المحشي كان استوى معانا. بصوا الدجاج، بصوا الفراخ عامله ازاي بجد حاجه كده رهيبه. الوصفه دي انا واخداها من ماما. ولا المحشي يا جماله يا جماله، الريحه رهيبه يا جماعه. بصوا الجمال. والملوخيه الخضراء سيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصل لكم اشعارات بكل وصفاتي. باي باي.